السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سامح شاهين من موقع نوليرا دوت كوم. إن شاء الله نخش في الدرس الخامس، الجزء الأول. أحب بس أبدأ الدرس ده بحاجة مهمة يا جماعة. قبل ما تبدأوا العمل بتاعكم، أيا كان العمل اللي انتوا هتعملوه، أيا كان الفيديو اللي انتوا هتعملوه، لازم تسجله، لازم تعملوا سيف. عشان انت ممكن وانت شغال الكهرباء تقطع، الجهاز يفصل، يعمل هانج اب، تحتاج انك تعمل ريستارت. فبالتالي انت لما كنتش حافظ هتضطر ان انت ترجع من الاول وتعمل تاني، وهتضيع تعب ساعات على الفاضي. فلازم قبل ما تبدأ العمل بتسيف، تعمل فايل وسيف، وتختار مكان التسييف فين، على ديسكتوب او على اي مكان، وتتج اوكي. بعد كده طول ما انت شغال، او بعد كل خطوة، او بعد كل كام خطوة، تضغط على من الكيبورد، تضغط على كنترول واس علشان يعمل حفظ على الملف طبعا اللي انت حفظته. فبالتالي طول ما انت بتعمل حفظ بعد كل خطوة، لو كهرباء قطعت او اي حاجة وفتحت، هتلاقي نفسك هتلاقي البرنامج فتح معاك عند اخر خطوة كنت انت عامل عندها كنترول اس. فيرجى ان انت تسيف في الاول بعد كل كام خطوة بتعملها. طبعا يفضل بعد كل خطوة بتعملها بسرعة تك على كنترول واس عشان تحفظ وما تضيعش عملك على الفاضي. نشرح النهاردة ان شاء الله التريمر. التريمر اللي هو المهذب. يعني ايه المهذب؟ التريمر ده بيسهل عليا حاجات كتير قوي. فمثلا فلنفترض ان انا عايز اعمل فيديو عن مقاطع من فيلم. هجيب مقاطع معينه، مشاهد معينه من الفيلم، واحطها على بعض، واحط معاها مثلا ميوزك. عشان اجيب فيلم ساعه ونص واحطه هنا، وافضل بقى شغال معاه خطوه بخطوه، واقعد ادور واقطع، وانا عايز الحته اللي هنا بس، فاقوم ماسح الباقي واقعد امشي. عمليه متعبه قوي. التريمر بيسهل عليا ديت. التريمر بيقول لي حدد لي انت عايز ايه بالظبط من الفيلم، وانا اجيبه لك، بدل ما تعمل امبورت كله للفيلم هنا وتقعد تدور. لا، انت قول لي انت عايز منين لفين من الفيلم، وانا هحضره لك على طول. فعلى سبيل المثال تعالوا نجرب نعمل بقى امبورت ميديا، ناخد ستريت فايتر. اوكي. آه كليك يمين عليه، اوبن ان تريمر. دي واجهه التريمر. طبعا بتكبر وبتظهر زي ما انتم عارفين، زي المونيتور بالظبط. اوكي. في هنا مثلث اصفر، هضغط عليه واسحب شويه، واضغط من الناحيه التانية واسحب شويه كده. الجزء اللي هو ما بين المثلثين الصفر هو بس اللي انا هجيبه، هو بس اللي انا هاخده. اما الباقي ده كله مش محتاجه. الجزء اللي متظلل ده اهو، اللي ما بين المثلثين الصفر، هو اللي انا هاخده. فعلى سبيل المثال مثلا من اول فيلم انا مش عايز دي، مش عايز دي، مش عايز دي. انا عايز من اول كلمة مثلا كابكوم، هاخد. اوكي. طبعا هنا المؤشر واقف من على كلمة كابكوم، يبقى انا هاخد. تمام. طيب هاخد لحد فين؟ بحدد من هنا انا هاخد لحد فين. لحد مثلا كلمة ايوه نامكو. اوكي. يبقى انا هاخد من اول كابكوم لحد نامكو. دي الحته اللي انا عايزها، انا مش عايز الباقي. اعمل ايه بقى؟ اضغط عليها كليك شمال واعمل دراج، اسحب لحد هنا واشيل ايدي. بس هو جاب لي هنا من اول كلمه كابكوم لحد نامكو. امشي تاني واشوف انا عايز منين لفين. وطبعا المثلثين معاك بيكبروا ويصغروا حسب المشهد اللي انت عايزه. واخد بالك؟ يعني كده انا واخد جزء كبير قوي من الفيلم. لا، كده انا خدت فيلم صغير. طبعا انا عايز اعمل زوم عشان اقرب شويه اجي من هنا كده، او ممكن زي ما قلت قبل كده من البقرة بتاعة الماوس نفسها اعمل زوم. واقف هنا واشوف. ايوه، ما أنا مش عارف انا عايز من اول هنا. اوكي. اجيب المثلث الاصفر لحد مثلا لحد هنا. اوكي. قوم جاي فاتح المثلث الاصفر لحد هنا، يبقى انا خدت الجزء اللي هو متظلل ده. كده انا خدت الجزء المتظلل. انا عايزه اشد دراج، اشيل ايدي. تمام. قوم جاي بعد كده اقفل التريمر. اذا التريمر بيسهل عليا ان بدل ما اجيب الفيلم ساعه ونص، ده في حاجه كمان. افرض انا بعمل فيلم مثلا عن جيتلي، وعايز كده هعمل فيلم عن جيتلي، وهجيب مقاطع كتير من افلام كتير ليه. فانا عندي 5 افلام لجيتلي، كل فيلم هاخد منه مشهدين 3. ما تقوليش انك هتحط هنا ال5 افلام كل فيلم ساعه ونص وتقعد تدور، لا طبعا استحاله. فبتفتح فيلم في التريمر، تشوف المشاهد اللي انت عايزها، تسحبها وتحطها هنا. يبقى انت عندك المشاهد اللي انت عايزها، تبدا بعد كده تشتغل عليها. ان شاء الله نكمل مع الجزء التاني.